السلام عليكم، معانا عدد ان شاء الله. السلام عليكم، ورجعت لكم بفيديو جديد عن لعبة كلاش اوف كلانس. هلا والله بالعودة يا شباب. طبعا انت كنت بتسأل عليا الفترة اللي فاتت دي يا صديقي، ما اعرفش حد من الاسم ده. بس الحقيقة اخوك كان تعبان شوية وكنت واخد اجازة في الحر اللي الواحد فيه ده. يعني ايه يا جافة؟ انا اسف. ايه الحلال اللي انتوا فيه ده؟ اعذرني برضو يا صديقي، ما الواحد كان مخنوق شوية، بس نرجع ونقول ان شاء الله دي تبقى اخر قطعة لينا بعون الله عن اليوتيوب. اسكت اسكت اسكت. طولت عليك انا في المقدمة شوية يا صديقي، معلش استحملني، ما انا زي اخوك. انت اخويا بحقه حقيقه لمبي. امال ايه يعني؟ اخويا لمبي مش مصدق نفسي. والاهم ان انا جاي لكم النهارده باقوى استراتيجيتين جويتين لتاون هول 11 باستخدام الالكترو دراجون. بس في الاساس الاستراتيجيه دي مش بتاعتي، دي بتاعت اليوتيوبر ابو فهد. والنصيحه لو انت متعرفش مين ابو فهد يبقى شوف لك محتوى تاني غير كلاش اوف كلانس تتابعه. يعني انت هتاكلني ولا ايه؟ بس قبل ما نبدا ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتذكر الله فلا بذكر الله تطمئن القلوب، وكمان انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدوس لايك وتكتب احلى كومنت تشجعني فيه ان انا انشر المزيد من الفيديوهات. ويلا بينا على الفيديو. المفروض دلوقتي ان احنا هندخل نشوف الاستراتيجيه من عند ابو فهد، بس نقول يا رب ما نلبس سترايك كده محترم، عشان احنا لسه زي ما انتم شايفين في بدايه القناه ولسه ما كملناش ال 500 مشترك، فلما تاخد بان تبقى نصيبه يعني. فربنا يستر يعني. يلا نشوف الاستراتيجية بتتكون من ايه. زي ما انت شايف الاستراتيجية بتتكون من 8 بالونات، واحد بيبي دراجون و7 الكترو دراجون، والتعويذات بتاعتنا بتبقى عبارة عن 4 غضب و3 تجميد، طبعا بالإضافة للملوك بتاعتك والآمر في الوضعية الجوية طبعا لأن الاستراتيجية جوية. والدم بتاعك بيبقى عبارة عن واحد الكترو دراجون وواحد بالون واتنين تجميد وواحد اللي هي آلة حصار، اللي هي منطاد المعركة ده، ولا مش عارف الآلة دي اسمها ايه بالظبط. دي الاستراتيجية بكل سهولة. فدلوقتي كل اللي احنا هنعمله هنشوف طريقة الهجوم بتاعته ازاي. زي ما انت شايف ادي الهجمة اللي هيهجمها. اول حاجة حول الامر للوضعية طبعا الجوية زي ما قلنا، لان طبعا الهجمة جوية. بعد كده تقريبا هو تلاقيه بيدور على انسب مكان ينزل منه. اول حاجة يبتدي ينظف على الاطراف، نزل بالملكة الملك والملكة من ناحية، ونزل ببالون وواحد بيبي دراجون من ناحية تانية وواحد الكترو دراجون، عشان ينظف الاطراف بحيث ان الجيش يخش على المنتصف بالظبط. بعد كده زي ما انت شايف رص البالونات وبعدين القام. بعد كده هيبتدي يحط الآلة بتاعة الحصار من ناحية تانية خالص من التصميم، بحيث إن الجيش يفضل ماشي في المنتصف. استخدم خاصية الآمر مع التجميد والغضب، وقدر إن الجيش يخش في منتصف التصميم بكل سهولة ويمسح أكترية الدفاعات. لو هتلاحظ برضو في الاستراتيجية دي إن هو خد تصميم مقفول على نفسه، بحيث إن ضربة الإلكترو دراجون تأثر على كذا مجال ويقدر يمسح بسرعة. بسم الله ما شاء الله، قدر يمسح التصميم بكل سهولة وما خدش معاه وقت، تقريبا فات دقيقة واحدة وقدر يمسح التصميم كله. وبقى معاه بتاع 5 6 بالونات، ولسه الآمر بقدرته طبعا خسر الملك والملكة ومعاه كام بالون وقدر يمسحها بكل سهولة. شابوه أبو فهد. ويلا بينا نشوف ازاي هنطبق الاستراتيجية دي. طيب بعد ما شفنا الهجمة الجامدة اللي عملها أبو فهد من شوية دي، تعالوا نشوف الجيش بتاعنا جاهز ولا ايه نظامه. أول حاجة نشيل دي كده بسرعة مش هتاخد مننا وقت. بعد كده نخش تدريب القوات الجيش. زي ما انت شايف 8 بالون، واحد بيبي دراجون، 7 الكترو دراجون، التعويذات والملك والملكة، فاضل لنا الدعم. تعالوا نشوف الدعم بتاعنا. ماشي ندوس هنا تعزيز. هو الدعم كان ايه؟ يا راجل والله الواحد نسي. ماشي، يا دي الآلة دي الاتنين تجميد، يا دوبك بس البالونات هي اللي غلط. هناخد واحد الكترو دراجون. تمام، ندوس تأكيد، ندوس شراء باستخدام أوسمة الغرب. بعدين بقى كل اللي احنا هنعمله دلوقتي بما ان الجيش جاهز، هندور على خصم مناسب نهجم عليه سوا وارجع لكم. ادي التصميم اللي احنا هنهجم عليه يا شباب، تفتكروا هنقدر نمسح ولا لا؟ معلش يا جدعان بقى لو معرفتش اتكلم شويه، بس ايه خليكم معايا كده لهجمه واحده واحده. اول حاجه احنا هننزل بالملك والملكه بتوعنا من هنا بحيث ان هم ينضفوا الدنيا دي، وهننزل بواحد بالون، واحد الكترو دراجون، قصدي البيبي دراجون، واحد الكترو دراجون من هنا. واول ما يبتدوا ينضفوا الدنيا دي شويه كده، اتقل على رزقك اتقل. بعد كده هتنزل بالجنوب بتاعتك كده على شكل خط. بعد كده هتنزل بالبالونات. بعد كده هتنزل بالآمر الجوي، وهتبتدي تجمد هنا شوية. ماشي، وتحط اتنين واحد اتنين وتشتغل خاصية الآمر على طول، وإن شاء الله تبقى الدنيا تمام أوي. زي ما انتم شايفين الجيش بتاعنا حاسس ان هو اتبخر وانا ما استفدتش اي حاجه، بس خير ان شاء الله. قدرت ان انا امحي منتصف التصميم بكل سهوله. ضل هنا
طيب انا لسه ما نزلتش الآلة، ايه الغباء ده؟ بس ان شاء الله خير. انا نسيت انزلها يا جدعان بس مش اكتر. لو كنت نزلتها من بدري كنت قدرت ان انا امسح بكل سهولة. زي ما انتم شايفين المسح مش عارف اذا كان ممكن ولا لا، بس ان شاء الله ممكن. بس فعلا الاستراتيجية محترمة، يعني انا غلطت في حاجات كتير وقدرت ان انا امسح بكل سهولة. فالصراحة الاستراتيجية جميلة قوي قوي وما خدتش معايا وقت، وغلطت في تنفيذها وغلطت في كل حاجة فيها، بس قدرت ان انا امسح بكل سهولة. واو يا ابو فهد، شابوه على استراتيجياتك، اقسم بالله عظمة الاستراتيجية دي. بعد نجاح يا صديقي اول استراتيجية كده والجمدان اللي كان فيها، اي نعم بعد ما غلطت كتير قدرت ان انا امسح. تعال نشوف تاني استراتيجية ايه نظامها يا باشا. زي ما انت شايف بتعتمد بشكل كبير قوي على الخفاش والالكترو دراجون. بتتكون من خمسة بالونات، واحد بيبي دراجون وسبع الكترو دراجون، واحد ايس جولم واتنين ريج واربعة تجميد وثلاثة من تعويذات الخفاش بالاضافة للملوك. والدعم زي ما انت شايف تحت آلة الحصار مع اتنين خفافيش ماكس وواحد الكترو دراجون وواحد بالونات. طبعا احنا هنروح نجهز الدنيا دي. لا بس خلينا الاول نشوف ازاي بيهجم بيها ابو فهد. ادي التصميم اللي اختاره ابو فهد عشان يهجم عليه. طيب تفتكر هيهجم منين ولا هيعمل ايه؟ تصميم مفتوح شوية بس تمام. نزل برضو بالملك والملكة من على طرف، نزل بالبيبي دراجون من الطرف التاني معاه واحد من الالكترو دراجون. بدأ يعني ينظف الأطراف عشان برضو الجيش يخش المنتصف. بعد كده نزل بالإلكترو دراجون وراه البالونات والأمر في الوضعية الجوية. نزل بالآلة من على جنب برضو في التصميم على أساس إن هي تاخد له جزء كبير من التصميم. أنا مش عارف ليه نسيت الآلة المرة اللي فاتت. بعد كده نزل بواحدة غضب مع اتنين غضب مع خاصية الآمر عشان يمسح منتصف التصميم بالكامل. طيب بعد كده قرر إن هو ينزل بالخفاش ويبتدي يجمد في الساحر، وساب الإلكترو دراجون يتعامل. تمام ماشي. بيتابع الخفاش باستخدام التجميد. تمام. اكبر عدو ليه طبعا ابراج النار المتعدده وابراج الساحر. زي ما انتم شايفين برضو الاستراتيجيه ما خدتش معاه دقيقتين على بعض او دقيقه ونص. فبصراحه الاستراتيجيه شكلها دمار، وزاد معاه بتاع 50 بيبي دراجون و50 واحد من الخفاش والامر، والدنيا كانت تمام ومسح. طيب زي ما انت شايف هنلم بس الحاجه دي كده وتعالوا ندوس تدريب بقوات الجيش بتاعنا. زي ما انت شايف الجيش اهو، دي خمسة بالونات وواحد من البيبي دراجون وسبعة الكترو دراجون واحد ايس جولم. بس انا ما خدتش بالي في الهجمة وانزل الايس جولم ده فين، بس تقريبا ممكن ننزله قدام الملك والملكة. زي ما انت شايف التعويذات اتنين غضب واربعة من التجميد وتلاتة خفاش. وتعالوا نطلب الدعم اللي هو طلبه على طول. كان الدعم برضو عبارة عن دوس تعزيز. دوس هنا هنلغي بس الاتنين دول ونطلب اتنين من الخفاش. تمام. وندوس التأكيد وندوس الشراء. تمام. بعد كده هندور على خصم مناسب نهجم عليه وارجع لكم. شباب انا اخترت ان احنا نهجم على الخصم ده. هو انا مش عارف هو ماكس كل، فعشان كده ان انا اخترته، خصوصا ان انا اول مره اهجم بالخفاش فانا تقريبا خايف مش عارف ليه. فكل اللي احنا هنعمله ادي الملك وادي الملكه بتاعتنا من هنا كده معاه، وهننزل ب ادي الواحد بيبي وادي واحد الكترو ماشي مش واحد الكترو دراجون كده لخبطنا بس. نزلنا ماشي. واول ما ينضفوا الدنيا دي هنبتدي ان احنا على طول ضربة كمان. ننزل بالواحد اتنين ننزل بكل اللي معانا، وننزل بالاربع بالونات دول، وننزل بالواحد ايس جولم، وننزل بالآلة بتاعتنا من هنا، وننزل بالاتنين الامر في الوضعية الجوية طبعا عشان نسيته. ننزل خش بقى لجوه ما تبقاش كده، دي واحد اتنين ونضرب بسرعة خاصية الامر الجميل. تمام. نبتدي مثلا نجمد هنا بسرعة. تمام. بعد ما دمروا أغلبية الدفاعات ممكن ننزل بالخفاش من هنا كده بسرعة، ونتابعه بقى بالتجميد اللي معانا ده عشان أبراج الساحر. ممكن نجمد هنا كده بسرعة، تابع بالتجميد على طول تاني. آخر تجميد معانا، مش عايز الساحر يضرب تاني.
تفتكر الخفاش بقى يقدر يمسح التصميم ده؟ ده عند امه، عند امه يا ادهم. هي الهجمة دي لو أنا متمرس فيها كنت زماني قضيت عليها بكل سهولة، بس تقريبا الخفاش مش هيقدر يمسح التصميم بقية التصميم. بس نقدر نقول إن الهجمة كويسة قوي وإن الاستراتيجية قوية برضه. الأهم يعني زي ما أنت شايف إن أنا قدرت إن أنا أمسح التصاميم حتى ده لولا الوقت، وإن أنا مش معايا أي بنود تانية كنت زماني مسحت التصميم بكل سهولة. بس عادي يعني أقدر أقول إن الاستراتيجيتين شغالين. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص 3 2 1. أقدر أقول لك الاستراتيجيتين عظمة الصراحة، عظمة، بس لولا الوقت والتنفيذ وإن إيدي مش واخدة عليهم كنت زماني قدرت إن أنا أمسح التصاميم بكل سهولة. ده اللي اقدر اقوله لك، ودي تبقى نهايه فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش انك تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه، عشان الفيديوهات اللي جايه عظمه. واشوفكم الفيديو الجاي، سلام.